الحرب العالمية الثانية كان فيه دبلوماسي أمريكي اسمه برد كاريس، وكان من أثرياء العالم. كان يحب واحدة قالت له أبغى تبني لي مكان وقصر أكون أنا وياك في الدنيا لوحدنا. الله. قام اختار لها هذا القصر في غابة الرميلات، البيت الأبيض الموجود هنا. وسميت الحديقة إلى الآن باسمه حديقة برد كاريس. بعدين كان فيه من المقاومين المغاربة ضد الاستعمار أحمد الرسيوني، قام هجم عليها وعصر البنت وطلبوا منه فدية 70,000 ليرة ذهبية. أيوة. الأمريكي والدبلوماسية الأمريكية ترفض دفع الفدية للأسرى، فما رضي يدفع. أيوة. قامت هي البنت أعجبت في هذا أحمد الرسيوني المغربي. لما أعجبت في ذا أحمد الرسيوني ترك ذاك الأمريكي اللي ما قدر يدفع الفلوس وهو عنده موجود هذا الفلوس. واحد مخرج أمريكي في عام 73 اقتنص هذا القصة ومثلها في فيلم موجود على اليوتيوب اسمه العاصفة والأسد. موجود هذا الفيلم وفي نفس هذا المكان. طبعا هذا كانت عندها صورة خاطئة عن المغاربة وعن العرب وعن المسلمين أنهم متوحشين، لكن بعد أن رأت الكرم الضيافة المغربي ورأت هذا الرجل المحترم وعرفت يعني أنا أمريكية أنا أسبانية جابني إلى بلاد العرب وإلى بلاد المسلمين، فاقتنعت أنهم غزاة وأنهم مستعمرين. وهذه قصة حديقة الرميلات، وهذا قدامنا قصر حولوه إلى متحف برد كاريس. وأنت عاشق برد كاريس، شكرا لك.